ki utanayı bu bir zaman. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kuyusu şimdidir. Şimdi bir de takibi hala buradan. Şimdi bir de takibi hala buradan. Hem kurdun, rengi doğru şureşin. Sirdikin günadiyan medarişan. Sirdikin günadiyan medarişan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kuyusu şimdidir. Şimdi bir de takibi hala buradan. Şimdi bir de takibi hala buradan. Hem kurdun, Meryavut ey müsrefin. Dil iman fadiman her iştiman. Dil iman fadiman kurdu Kurdistan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kuyusu şimdidir. Şimdi bir de takibi hala buradan. Şimdi bir de takibi hala buradan. Ravi Kurdra bu yeser fi ve şiran. Babı kuyna şimdikin taci cihan. Babı kuyna şimdikin taci cihan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kuyusu şimdidir. Şimdi bir de takibi hala buradan. Şimdi bir de takibi hala buradan. Orduyum hep hazır-ı amadene. Can feda ne can feda, her can feda. Can feda ne can feda, her can feda. رفي كبوكان لسرب درا دلي من داني صبح زبو حتى بيرون يك خبر بسر مداني سبه زوبو هطافي رونيك خمبار بسر مدى آني حسرين جافين من دبرسين دلال دلال تكاني حسرين جافين من
توکانی هو هو من دگوت بای زوزانان دوست و یاره من دگوت بای زوزانان دوست و یاره من دگوت بای زوزانان دوست و یاره افرو بسرا خورا مزگینی خیریج من را نآنی افرو بسرا خورا مزگینی خیریج من را نآنی شیرینا دل عفرینا من توکانی هو 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 توکانی توکانی شیرینا دل عفرینا من توکانی اوه توکانی 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 هستين من قلين دردتا دهونن كوچن ما كاروان بكاروان باردكن هاي لي لي بمراد عارفين خدا كرو ولو تيخوي شريني دي بابا قبل ما زنبينو نحسر نخمگینی و نکلیت ما دکارن خاطر جتا بخوازن يا رمكة وقف كل فتاة كدا برابينا ما برابينا ما برابينا تەماشەبانین هێجا ئێبەر باش بنابێ خوا و بنابێ یەکیتیا گشتی یعنی بیسکار و ڕۆژنەمەبانین کورد ڕۆژەڤای کوردستانی ئەم بەخێرهاتنا میهبانی خۆ دەکەین مامۆستا زەکەریا الحەسەری و هەروەهاژی مامۆستا مستەفا عوسمان گەرەکە ئەف خەلک نزانم مامۆستا دەبێ مامۆستا عوسمانجی گەرەک ئەس نزانم پرسگرێکن گەلوی هەنا مامۆستا زەکەریا ون بخێراتن گەرەکە ئەف خەلک هەڤەلەما دولچە بەرێڤە بەربانە لێمە خەبن دخوی هەنەک پرسگرێکن تەکنیکی گەلوی هەنا هیویدارم کار بێ دەمەک نێزیکدا تەبلیمە ببێ سپاس بۆتە سپاس خۆش مامۆستا مستەفا عوسمان مامۆستا مستەفا عوسمان و دەنگێ متکن ئەز نزانم دەبێ پرسگرێکن گەلوانجی هەبن بڕاستی دخویێ کام هەنێکی بیرانینە ئەوکیدا ئاداگەکردن هەنێکی ئەم دەست پێ بکەن حتا بەهێویەگە هەردوو ڕۆژنەمەبان ئەمەژی و هەروەها هیویدارم ئەوە کە بەلێ تو بخێر هاتی مامۆستا زۆر چاوا ساڵ خێناتناتتکەن بنابێ یەکێکیا گشتی ئانویستکار ڕۆژنەمەبانی کورد و ئەم پێ خۆشن خوشکەمە ڕۆژنەمەبانجی دلشەژی تەبلیمە بوو ئەزێ خۆ بکشینم فەرمۆکە خوشکە دلشە
أهلا بكم أعزائي المتابعين ومتابعات طيف تي في في أولى حلقات برنامجنا بهذه الليلة. بداية حرب غير تقليدية واحتلال يدخل عامه الثالث مستهدفا طمس معالم شعب وتاريخه بشتى الوسائل وبأبشع الممارسات، انتهاكات لا حد لها بحق البشر والحجر والتاريخ، والعالم شاهد عيان فاجر على هذه الوحشية بحق أهلنا. عام ثالث والألم يتجذر فينا ويعمق جراحاتنا ويترك في الروح غصة ومشاهد عصية على التغافل تنام في عميق تباريحنا. عام ثالث من الشتات والضياع بينما عفرين تنتهك وأهلها في العراء والمخيمات مشردين، وليس سوى شعارات جوفاء بعالم يمتهن لغة صمته إذا هذه الجرائم والانتهاكات، بينما الذئاب تتحرش بجسد عروس كردستان وتبيح ذرية زيتوننا على مرأى من هذا العالم المتخاذل والمشارك بإيماءاته في استباحة عفرنا وأهلها. هنا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي حلقتنا بهذه الليلة، الناطق الرسمي باسم حزب اتحاد الشعبي الكردستاني الأستاذ مصطفى عثمان، والباحث والكاتب الكردي الأستاذ زكريا الحصري. أهلا بكم. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا وأهلا بك. أولا عذرا لهذا الخطأ الفني. ونبدأ الحديث معك أستاذ مصطفى. بداية ونحن ندخل عامنا الثالث من الاحتلال التركي لعفرين وما خلفه هذا الاحتلال من كوارث طبيعية واقتصادية، باعتقادكم هل كان بإمكان القيادات الكردية تفادي مثل هكذا تدخل وكيف؟ وهنا يطرح بشكل بديهي سؤال آخر نفسه: لماذا وما هو السبب لعدم تكرار تجربة كوباني في الاتحاد بمواجهة الاستعمار في عفرين أيضا؟ تفضل أستاذ مصطفى. أولا السلام عليكم ومساء الخير للضيوف الكرام والمستمعين والمشاهدين ولك وللقناة. أولا لابد لي اسمحوا لي أن أتوجه إلى عوائل الشهداء في عفرين المحتلة. أتمنى لهم الصبر والسلوان، وأتمنى للجرحى والمعاقين السلامة والأمان، وكما أستنكر الاحتلال التركي والوحشية التركية والغزو التركي على عفرين واحتلاله بالقوة وبالغزو والعدوان. لا بد لي أن أترحم على الشهداء وأطوي نفسي أمامهم، لأنهم هم أنبل بني البشر، وهم الذين سطروا بدمائهم ملاحم البطولة والفداء ضد المستعمر الغاصب، ضد المحتل الغاصب، وضد الطورانية الفاشية التي تفتك بجسد الإنسان والبشر والحجر. ولا بد لي قبل الجواب أن أحيي شهداء حلبشة الشهيدة وأدعو الأحياء منهم بالصبر والسلوان، وأيضا أقول الخزي والعار لصدام حسين المقبور وأدواته ومن منهم الأحياء المراوغين والقتل والإرهابيين التي يصرحون في العالم اليوم.
الشيء الآخر، لا بد أن أدين اتفاقية آذار الخيانية بحق الكرد في آذار، وأهنئ المرأة في 8 آذار. أهنئ المرأة وأتمنى لها الصبر والسلوان، لأن المرأة فقدت الكثير من أكبادها وأولادها ودمها ولحمها. أما الشيء الآخر، هنا عفرين، هنا عفرين الانتفاضة، عفرين في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم قدم الشهداء في الانتفاضة الكردية المباركة 2004، انتفاضة آذار، واستشهد النساء والأطفال والشباب والكهنة، ولكن رفع العلم الكردي في أغلب المراكز الحكومية، ورفع لأول مرة في 16 آذار مثل هذا اليوم على مطعم برج عبدالو، كازينو برج عبدالو، لمدة 6 أيام. نحن مدينون للشهداء، ويجب أن نحترم دماءهم ونعمل من أجلهم. أما بعد، بكل تأكيد أستاذ مصطفى. لنعود للسؤال، لصورة السؤال، هل كان بالإمكان القيادات الكردية تفادي هذا التدخل، ولماذا لم تتكرر تجربة كوباني في عفرين أيضا؟ أولا الدبلوماسية، إذا استعملنا الدبلوماسية واستعملنا الوحدة الوطنية نستطيع أن نغير المعادلات. المعادلات تتغير بالسياسة والدبلوماسية وأحيانا بالحرب. كان بالإمكان تفادي غزو عفرين، ولكن لم تتوفر الأداة التي كنا بهذه الأداة نستطيع أن نتخلص من هذا الهجوم. أولا لعناد قوات حماية الشعب والبيادة وتفدم. الروس والحلفاء أرشدوا وقالوا صراحة لا يقبل الأتراك وجود قوات مسلحة بأسماء كردية أو غير كردية خارجة عن قانون السوري. أولا، ولكن البيادة تعندوا ورفضوا أن ينصاعوا إلى السوفيت. السوفيت أعطوهم ضمانات لهم بالابتعاد عن الحدود مسافة 10 إلى 15 كيلومترا، وتسليم الإدارة أستاذ مصطفى، القوات الأخرى في حينها أين كانت؟ القيادات الكردية الأخرى، الأحزاب الكردية أين كانت من هذه اللحظة وهذا الموقف؟ الصوت منيح حاليا؟ هلا الصوت مسموع أستاذ مصطفى، تفضل. الروس هم تكلموا بصراحة مع الجانب الكردي بأن يتخلوا عن اللباس العسكري والأمن والأمان، ولكن قالوا لهم بالحرف الواحد: أنتم فقط الإدارة الذاتية التي تحكم، وليس قوات حماية الشعب، ونحن تحت العلم الروسي سنحميكم ونحمي المنطقة. ولكن لم يتجاوبوا. هذا أولا. الشيء الثاني، كان قوات أستاذ مصطفى الظاهر عندك مشكلة بالصوت. فيما بعد
لو كان من الروس مع الإخوة الأكراد لكان لنا كلمة أخرى، لكانت تحاشى الهجوم التركي، ولكن قوات البيزيكية أعطى مبررا وحججا للجيش التركي لكي يتدخل. هذا من وجهة نظر حضرتك. خلينا ننتقل للأستاذ زكريا الحصري. أستاذ زكريا، ماذا تعقبون على الموضوع؟ ما هي وجهة نظركم؟ إيفور باش، مساء الخير للجميع وتحية لمنصة بيف، وتحية للعاملين على إخراج هذه الحلقة وهالفيديو المؤثر بصراحة ببداية الحلقة. مع مرور طبعا ذكرى الثالثة الأليمة للغزو، غزو تشاي كورمينج عفرين، صراحة لا يسعنا إلا أن نقدم التقدير والإجلال والاحترام للضحايا ولكل الشهداء الكرد وكردستان، وخاصة ضحايا عفرين وشهداء عفرين الذين دافعوا، ما قصروا، دافعوا لآخر نفس. لكن السياسة الدولية، المصالح الدولية كانت فوق الإنسانية وكانت أكبر من عفرين ومن الكرد. هلا مشان السؤال، إذا صوت واضح ما بعرف، ما راح أقول أنه كان بإمكان تفادي هذه الكارثة، لكن أستطيع أن أقول أنه كان بإمكان أنه التقليل من الخسائر وليس تفاديها، لأنه المخطط كان مخطط مرسوم وقديم ليس ابن يومه، وشاركت فيه دول وعلى الخرائط دول عظمى، وكان في تبادل إذا نتذكر مع بعضنا البعض، الغوطة الشرقية مقابل عفرين. يعني من أتى إلى عفرين من نازحي الغوطة أتى على الخارطة، لديه بيت راح يستلمه، لديه أرض حقل زيتون وغير ذلك، بما معناه أنه كان هناك مخطط متكامل. والأطماع التركية، لنكن صريحين إذا عدنا قليلا للخلف، الأطماع التركية في عفرين ليست وليدة اليوم، هي تعود إلى بدايات العقد الثاني من القرن العشرين. نحن كلنا نعلم لما تم أو حاولت تركيا أنه اقتطاع أو تقسيم فلنقل تشاي كورمينج لإضعاف حركات المقاومة على جانبي الحدود. إذن بدأت من العقد الثاني بالقرن العشرين، وتكرر الأمر محاولة تركيا في السيطرة على منطقة تشاي كورمينج بعد 1939 بعد لواء اسكندرونة، وحاولت بعملية بتمثيلية ديمقراطية بين قوسين أن تعمل استفتاء في عفرين في تشاي كورمينج لكي تقرر أو تذهب بهذا الاستفتاء المدور تحت حراب الجيش التركي إلى الأمم المتحدة، ولتقول الناس سكان منطقة تشاي كورمينج يطالبون بالانضمام إلى تركيا. وأيضا تكررت عدة مرات إلى أن وصلنا إلى عام 2018، فتم أو استطاعت تركيا ومع المرتزقة بين قوسين الذين يدعون الإسلام ويرفعون رايات الإسلام ويحاربون تحت أجندات تركيا الاستعمارية التي تسعى إلى إعادة إحياء الإمبراطورية أو السلطنة العثمانية، فقد استطاعت تنفيذ ما كانت تخطط له، واستطاعت الحصول على صفقة دولية بإسكات فلنقل أو كسب صمت أمريكا ورضا روسيا، بالإضافة لإيران مع النظام شارك في دمشق، شاركت بهذه الصفقة للحصول على غوطة الشرقية مقابل عفرين، تسليم عفرين لتركيا. لأذكر شيئا آخر، فعفرين الأعداء عرفوا أهمية الاستراتيجية الجيوسياسية والدينية والجغرافية والسياسية للقضية الكردية على نقش أو خارطة كردستان الكبرى أكثر من الكرد أنفسهم. فعفرين كما تعلمون منذ عام 1516 كانت بمرج دابق، معركة مرج دابق كانت شرقية عفرين كانت بوابة الاستعمار العثماني للوطن العربي ولبلاد الشام لكل الوطن العربي. وبالتالي الدولة التركية الحالية التي تسعى لإعادة السلطنة العثمانية مع توافق مع الدولة الفارسية وليس الإيرانية،
بإعادة إحياء وأحلام بإعادة إحياء السلطنة الصفوية. وبالتالي هناك كان اتفاق مبرم على الورق وبأستانة ثم تنفيذها بحذافيرها وتنفيذها على الأرض، وكانت الضحية عفرين وموقع عفرين وطبيعة عفرين وجبال عفرين والقضية الكردية، لأن بضياع عفرين فقد الكرد أو القضية الكردية في الجزء الغربي الملحق بسوريا فقدت شرعيتها السياسية كوجود قضية سياسية في سوريا، وبدأت قليلا قليلا تتحول إلى قضية مجموعات بشرية تتوزع بين مناطق جغرافية متفرقة. فإذا كان الغاية والهدف إنهاء أو إغلاق هذه البوابة الحضارية على نقش أو خارطة الكبرى لكردستان، ونحن لا نبالغ في ذلك في قول ذلك. فعفرين ليس لأننا من أبناء هذا الأرض نقول أنها لكن لأنها فعلا مهمة في النقش السياسي وفي الخارطة السياسية وكبوابة وعابر. أنتم تعلمون بالتاريخ، إذا عدنا للتاريخ المسألة تطول. كانت عفرين وقورشية كانت مسؤولة عن 800 دير وكنيسة وقبلها معابد وبعدها المسيح. أستاذ زكريا، سنعود إلى الحديث عن هذا الموضوع. يعني باعتقاد حضرتك أنه كان بالإمكان لم يكن بالإمكان تفادي الكارثة، وإنما كان بالإمكان التقليل من الخسائر والأضرار. نعم، اسمحي لي بجملتين فقط قبل أن تنتقل بالمايك. التقليل ماذا أقصد فيها؟ كان بإمكاننا الحفاظ على الكتلة السكانية الكردية التي كانت تشكل 95% من سكان عفرين، كان الحفاظ عليها داخل على أرض عفرين. كان بإمكاننا الحفاظ على الطبيعة وعلى الأرض وعلى القرى وعلى حضارة عفرين من التدمير والحرق والسرقة والنهب والنبش والكل ما يمكن تصوره من المجازر. كان بإمكاننا أن نتفادى النزوح وضياع الوطن والأرض. كان بإمكاننا أن نتفادى التعريب والتتريك الحاصل اليوم. هلا شوفي، هلا كركوك صار فيها نفس الشيء تقريبا. ما راح أستخدم عبارات اللغة الفصحى وإلى آخره. الأمور هذا خلينا نحكيها هيك ببساطة. كركوك صار فيها غدر، صار فيها مؤامرة، صار فيها خيانة، لكن انسحبت القوى السياسية والعسكرية، لكن بقي سكان كركوك على أرضهم وحفاظا على كرديتها ولمنع الجنوسايد ضد البشر والأرض والحضارة والتاريخ والآثار. كان بإمكاننا تفادي ذلك أو تقليل من الخسائر لمنع فقدان كرديتها وكردستانيتها. أستاذ شكرا أستاذ زكريا. ننتقل عند الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، بتسمعني؟ نعم أسمعك. ما تعقيبك على ما ذكره الأستاذ زكريا؟ هو بالنسبة تعقيب الأستاذ زكريا يعني فيها وجهة نظر، ولكن من أي ناحية؟ الناحية فيها وجهة نظر. يعني لو الأكراد توحدوا ولو سلموها للروس ممكن تدخل، لأن سكوت الأمريكان بالأخير ويمكن تمارس صفقة، يعني يمكن يجوز ذلك، ولكن كان تحاشينا الخطر الكبير اللي هو النزوح والقتل والضرب والتغيير الجغرافي. فيها وجهة نظر، يعني أنا أوافقه، مرة فيها وجهة نظر. فممكن ممكن كان نتحاشى أو ما نتحاشى، يعني يجوز فيه الطرفان. يعني هو كمان يحق له من وجهة نظر، هو كمان محق، يعني تبديل بغوطة أو غير ذلك. ممكن يعني إذا ما أعطينا المبرر نفس الشيء كان تدخل تركيا. يعني ليش؟ لأنه الاتفاق الملي أو العهد الملي يضمن لهم أن يدخلوا عفرين ويدخلوا إدلب ويدخلوا حتى كل فترة. كان الجيش التركي مرة غزا 1939 اسكندرون، وبعدها أخذها بالتزوير أو كذا إلى آخره، وكمان بالسبعينات دخل إلى شمال قبرص كمان أخذها، وبقي
الشمال السوري اللي بنسميه كردستان، اللي اسمه كردستان، والشمال العراقي اللي كان هي محافظة الموصل. فتركيا في العهد الملي موجود، يعني لأنه محاكمة طار فيها بعد سيفر هي بال 22 قانون الثاني يناير 1920 على اساس شمال سوريا وشمال العراق تكون في العهد الملي، يعني بحدود تقريبا يعني حوالي من 10 الى حدود احيانا 40 كيلومتر من داخل الحدود السوريه والعراقيه. هذا موجود بالعهد الملي، واردوغان عام 1916 حرك الموضوع، يعني تركيا هي بدها الشمال السوري والشمال العراقي، مو بس الشمال السوري، وكمان بدها كمان اكثر من البحر وبحر ايجه والبحر المتوسط، يعني هذا موجود يعني. طيب استاذ مصطفى، خلينا ننتقل لنقطة أخرى. كون حضرتك من سياسي مخضرم من السياسيين الكرد في عفرين، حبذا لو ذكرت لنا نبذة عن تاريخ عفرين السياسي والاقتصادي والأمني والحياة الاجتماعية قبل الاحتلال وبعد الاحتلال. أولا لابد لنا أن نقول عن عفرين وعام 1957. أولا عفرين عام 1957 من الناحية السياسية لما تأسس الحزب الديمقراطي البارتي الديمقراطي الكردستاني كان 8 أعضاء، كان 4 من عفرين، 4 يعني نصف العدد من عفرين، انضاف عليه الدكتور ندين زازا وجقرخون صاروا 10. فمعناته حتى بال10 كان بعفرين كان يعني بال140 من المؤسسين بالقيادة كانوا مع عفرين. معناته عفرين كانت ثروة ثقافية، نخبة ثقافية سياسية حضارية منفتحة ووطنية وقومية. هذا من جانب. الجانب الآخر الحركة السياسية في عفرين لم تتوقف، والحركة السياسية بعفرين كانت حركة قومية وكانت حركة طبقية. كان الحزب الشيوعي السوري موجود بقوة، وكان الحركة الكردية موجود، وخاصة الجناح اليساري اللي كان هو الاتحاد الشعبي. فقبل الاحتلال أولا الناحية السياسية كان عفرين كان فيها نخبة سياسية ثقافية بكل معنى الكلمة، فيها العشرات أو مئات من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والاقتصاديين والشهادات الجامعية والدكتوراه. هناك الآلاف الحاصلين على الشهادات الجامعية والدكتوراه. من الناحية السياسية فعلا عفرين حتى في ظل حزب البعث كان الحركة الكردية أقوى من الحزب الحاكم. أقول مثالا عام 1970 أنا كنت في طالب الثانوي، القائمة الكردية أخذت 88 صوتا في عفرين، وحزب البعث والجبهة أخذوا 38 صوت. أنا كنت موجود وفي اللجنة الإدارية. معناها كان الحركة السياسية كانت قوية، وحتى في وجود البعث ورفاق الموجودين بيسمعوني. هذا واحد، معناها كان القوة الكردية قوية جدا. طيب ماني حابة أقاطعك، لكن الحالة الأمنية كيف كانت وقتها؟ الحالة الأمنية بشكل عام. رغم كان الحالة الأمنية حالة سيئة جدا، يعني المخابرات، الأمن السياسي وأمن الدولة والأمن الجنائي كان موجود، السبعينات أوائل السبعينات كان ممنوع منعا باتا التجمع في شوارع المدينة
أكثر من 3 أشخاص. الشيء الآخر كان الأمن السياسي والمكتب الثاني كان يطرق الشبابيك وكان يقول للمواطنين أو الطلاب لازم تناموا بعد الساعة 10. أنا كنت واحد منهم موجودين. الأمن في الشيء أستاذ مصطفى، في عندك مشكلة بالصوت والله. انهارت. بتعرف انه الشبيبه انهارت، الفرقه الفنيه والمنتخب الرياضي الكل لصالح نادي عفرين الاهلي، لقامت وزاره الداخليه باغلاق النادي عام 1973 لحتى الشبيبه مشي الحال، يعني بقرارات من الاعلى. انا كنت موجود وانا احد مؤسسين نادي عفرين الاهلي وكنت رئيس فريق كره القدم. هذا من جهه، يعني معناتها حتى سياسيا ثقافيا فنيا كان الاكراد مستلمين للدوله، لانه النادي كان فيه انتعاش تبع الانعاش الريف، النادي كان فيه شويه نوع من الهامش الديمقراطي. يعني هذا من الناحيه الرياضيه. بنجي على الناحيه البشريه. طبعا عام 1985 قام حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا. أنا كنت بذاك الوقت عضو في المكتب السياسي ومسؤول منطقة حلب، منطقة المركز، وأنا أحد الأعضاء في لجنة الإحصاء، في لجنة الإحصاء لكافة سوريا، لكرد سوريا. وكان يشاركني الرفيق الخالد سامي ناصرو، والرفيق الخالد شكري إبشانو، وبعض الرفاق الآخرين من عفرين. طبعا بالإحصاء طلع معنا 98 من أهل عفرين أكراد، بال102 كانوا عرب، 5 عوائل أرمن. يعني قصد حضرتك انه الاغلبيه العظمى من سكان منطقه عفرين هم من الاكراد. استاذ مصطفى، عذرا للمقاطعه لكن الصوت عند حضرتك في مشكله، يا ريت تشوف. هلا الصوت واضح؟ الصوت واضح، بس عم بينقطع بين الفتره والثانيه. هلا خلينا ننتقل للاستاذ زكريا الحصري. استاذ زكريا، كون حضرتك كاتب وباحث، حبذا لو حدثنا قليلا عن التركيب الديموغرافي للسكان في منطقة عفرين قبل الاحتلال، وما تعرضت له المنطقة من تغيير بعد الاحتلال، وخاصة ونحن نتابع عمليات التتريك والتعريب للمناطق الكردية وما إلى ذلك من ممارسات واستيلاء على الممتلكات والمنازل. شكرا لسؤالك. صراحة أنه من خلال دراستنا لتاريخ عفرين، جاي كورمينج بالأصل لا صح، صادفتني وأنا استغربت لما شفتها صراحة. أول وثيقة، أو على الأقل الوثيقة اللي أنا شفتها، بيجوز فيها أقدام بيجوز فيها أحداث بيجوز أنا ما اطلعت، تعود لسنة 685 ميلادي. 685 ذكر فيها أول عملية فينا نقول تعريب منطقة جاي كورمينج أو عفرين بفترة الخلافة العباسية والبيزنطية والحروب اللي كانت سائدة وقت ذاك بين قسطنطين الإمبراطور قسطنطين وعبد الملك بن مروان. عندما كان في حرب بيناتهم، صادف أنه هناك قسم لنقل أو مجموعة لم تكن وفية تحارب مع الجيش البيزنطي، لم تكن وفية للجيش البيزنطي، وكانت على علاقات لأقل حتى لا أستخدم كلمات كبيرة أخرى مع الجيش المقابل وهو جيش الإسلامي، الخلافة الإسلامية. وبعد انكشاف هذا الموضوع تم صدور فرمان أو قرار بإخراج هذه المجموعة من حدود إمبراطورية أو دولة بيزنطة المسيحية،
إسكانهم في منطقة عفرين أو في محيط قورش وحتى حدود منطقة عزاز الحالية. إضافة لذلك تكرر أيضا هذه العملية محاولة أخرى تعود إلى بعدها بفترة قصيرة بتوطين بعض الجنود اللي كانوا عم بيحاربوا مع الجيوش الإسلامية هذه المرة، وكمكافأة لهم وهن من بلاد فارس، كمكافأة لهم تم توطينهم بعد انتهاء الحرب في هذه المنطقة ومحيط منطقة عفرين. إذا عدنا للتاريخ الحديث، هذه العملية مع ترافقت لكن دون ضجة إعلامية أو دون مثل ما نقول شوشرة مثل ما جرى، ودون استخدام يعني ردة فعل عنيفة ربما كما حدث، مقاومة أيضا كما حدث في محافظة الحسكة ومنطقة الجزيرة. فعملية التعريب في منطقة العفرين ترافقت أيضا مع بالتزامن مع ما جرى في الجزيرة، حيث تم توطين أو جلب لنقل بعض الموظفين وبعض العشائر أو العائلات. وقبلها لما تم إلحاق لواء اسكندرونة بتركيا، تم انتقال بعض العائلات التي رفضت أن تعيش تحت ظل التركي وانتقلت إلى الاستيطان في عفرين أو الإقامة في عفرين. فكانت هذه لأقل المرحلة أو الدفعة الثالثة. بعد انقلاب وسيطرة البعث زادت وتيرة أو تصاعدت وتيرة التغيير، لكن بهدوء وبعيد عن الأضواء، حيث تم جلب الموظفين والهيئات التدريسية والكوادر التدريسية وغير الفروع العاملين في الفروع الأمنية والشرطة وغير ذلك للخدمة في عفرين، وبالتالي جلب عائلاتهم وتوطينهم أو إسكانهم في عفرين. بعد ذلك قانون الإصلاح الزراعي وما رافقها من عمليات جلب لبعض العائلات وتوزيع الأراضي عليهم، بالإضافة إلى قانون المرسوم 49 أيضا الخاص بمناطق الحدودية، ومعروف أن كل الجزء الغربي الملحق بسوريا هي مناطق حدودية. والفترة خليني أقول الذروة في عملية أو المخطط التغيير الديموغرافي، لأنه هذا المخطط التغيير الديموغرافي وإنهاء الوجود الكردي في عفرين ليست مرتبطة بسلطة معينة، وإنما هناك توافق بين النظام السوري وأيضا ما تم احتلاله بعد احتلاله من قبل تركيا ومرتزقتها، أيضا استمر هذا النهج. بفترة لأقل بعد عام 2011 ولا سيما بعد مرور فترة سنوات 2013 وفما فوق، تم جلب أيضا تحت شعار أمة أو أخوة الشعوب وأمة ديمقراطية تحت حكم سلطة البيادة صراحة إدارة ذاتية وكانتونات. تم جلب أو إسكان النازحين من مختلف مناطق سوريا في عفرين. فالرقم الرسمي الذي تم إعلانه لدينا رقمين صراحة، وما بعرف أنه رقم بالضبط هو المضبوط الصادر عن الدوائر الرسمية في إدارة الذاتية وقت ذاك، يعني رقم يقول 80,000 عربي نازح تم توطينهم في عفرين، وهناك رقم أكبر صراحة ما بعرف مدى مصداقيته 300,000 نازح من مختلف مناطق تم توطينهم في عفرين وعملوا في الدوائر والأسايش والقوات العسكرية وغير ذلك. ومقابلة أستاذ زكريا، ما هي الغاية من توطين هؤلاء حين ذاك في عفرين؟ توطين تحت اسم إنساني أن نازحين ونحن أخوة الشعوب، ما في فرق بين كردي وعربي وتركماني وإلى آخره. للتاريخ أقول ما في عنا ولا عائلة واحدة تركمانية بعفرين من قديم لهلا. لا، لما عملوا انتخابات الإدارة المحلية أعطوا كودا للتركمان وأعطوهم مقاعد مثلا، يعني هذه أحد الأمثلة. يعني هذا أنا بسميه يعني صحيح كانت الواجهة إنسانية، لكن هو مخطط إيراني تركي بعثي لتعريب مناطق الكردية من كركوك ووصولا إلى ميدانكي في عفرين وتشيكورمنج وغير هذه المناطق. فتم تهجير مقابلة، تهجير وإن لم يكن بقرارات، قسم منها كان بقرارات، لكن نتيجة المضايقات والجلب الناس بالقوة إلى الخدمة العسكرية، نتيجة
عدم وجود التعليم، نتيجة انعدام فرص المعيشية، نتيجة الطبابة، الصحة إلى آخره. كل هذه الأمور نتيجة المضايقات الأمنية والغزوات الليلية خلينا أقول على القرى والمزارع والبساتين الرمان والزيتون لجلب الشباب إلى التجنيد الإجباري. كل ذلك ساهم في تهجير قسم كبير من أهل عفرين سواء إلى إقليم كردستان أو إلى حلب أو إلى بقية المدن أو إلى تركيا وأوروبا. هذه كانت المرحلة اللي أقول الرابعة في عملية التغيير الديموغرافي. المرحلة الأخيرة واللي نحن ما زلنا نعيش صداها وواقعها بعد 2018 يعني صارت المسألة يعني ما عادت مخفية، يعني صارت أعلى سلطة في تركيا متمثلة برئيس تركيا رجب طيب أردوغان أعلنها مرارا وتكرارا بأنه سيقوم ببناء مساكن وتوطين 3 ملايين سوري في منطقة عفرين، وأنه راح يرجعهم لمنطقة عفرين وراح يعمل لهم عفرين جنة وراح يعمل عفرين إلى آخره. وبالتالي بدأ غزو عفرين والسيطرة على عفرين وتدمير البنية الحضارية والبنية الاقتصادية والبنية الثقافية والبنية المكوناتية والبنية الإثنية خلينا نقول بمساعدة. طبعا هنا شوفي ملاحظ أنه العملية قبل الاحتلال التركي وبعد الاحتلال التركي هناك كما أيضا هناك ترابط، يعني فلنكن واقعيين. يعني أول شيء الإدارة الذاتية منعت الناس واتهمت الناس بالخيانة، من يخرج من عفرين أنه عم بيترك عفرين وعم بيخون دم الشهداء وما بصير لازم يتضلوا. وبعد ما أخرجوا كل الكوادر وكل الأموال، عفرين كان بنك المركزي لباكاكا خلينا نقول بصراحة، يعني بعد ما أخرجوا المسؤولين وكل هالأمور الأشياء المهمة وفككوا المستشفيات وأخذون معهم على الشابة مشان يكون في كمان كانتون صغير هنيك نتاجر فيه. بعد ذلك قالوا اللي بيضل خاين. شوفوا أول شيء اللي بيروح خاين، وقصفوا ناس على الحواجز وناس ماتت على حواجز من قصف تبعهم إلى آخره. بعد ما أمنوا كل شيء انتهت الاتفاقية تمام، مشي الحال، تعوا يلا اللي بيضل هلا خاين تعوا معنا. إذا حضرتك عم تحملهم جزء من المسؤولية في هذا التغيير الديموغرافي. شوفي أستاذة دلشا، كل مسؤول وإن بنسب متفاوتة، الكل مسؤول خليني إذا في مجال أقول لك هيك بكم دقيقة. يعني شوفي التزامن والتوافق في الأهداف. الهدف الأخير هو إنهاء كردية هذه المنطقة وإنهاء شرعية وجود قضية سياسية كردية في الجزء الغربي الملحق بسوريا. فهون تهجير الناس معهم واتهام بالخيانة اللي ما بيروح معهم، بنفس الوقت جلب تركيا الإيغور والتركمان اللي جايين من تركمانستان ومن الصين ومن أقاصي الدنيا من آسيا الوسطى، جابوا معهن وعائلاتهم وهالمرتزقة وهالفصائل اللي بالمئات الفصائل، تمام، جابوا عائلاتهم وعشائرهم إلى آخره، يشجعهم وأعطاهم بيوت أهل عفرين وأعطاهم أراضي وأعطاهم زيتون وأعطاهم. هلا صار النازح يقعد بحوش العفريني القصر العفريني وقدام الدالي يصور حاله انه بجنه. تعوا يا شباب نحن بجنه. تعوا لنفترض هذا، اين كانت باقي الاحزاب والحركات الكرديه؟ تماما كنت بدي اجي على هالفقره تماما. باي قرار؟ تماما كنت راح اجي على الفقره. يعني هون تركيا دولة استعمارية، دولة غزو، دولة احتلال، دولة اللي بدك اياه سميه. قامت باحتلال عفرين وقامت تحاول تغيير الديموغرافي بتعريبها وتتريكها ايضا هون، يعني صهر الكرد المتبقين في البوتقة التركية والبوتقة العربية والى اخره. فاذا هذه جريمة حرب، هذه جريمة جنوسايد. تمام. هون بلشت تعريب والتتريك. خلينا نقول نجي هلا نترك خيو بيادا والى اخره الامور هاي، نجي على البقيه الحركه الكرديه. الحركه الكرديه تماهت مع هذا المشروع اللي كذبوا عليهم الاتراك. صراحه كذبوا على المجلس الوطني وعلى بقيه الاحزاب، كذبوا كذبه كبيره وهن صدقوا. يا اخي تعال صور معنا مع وزير الخارجيه، نحن عندنا مخطط بدنا نجي نحرر عفرين وانتم راح نحرر لكم اياه ونعطيكم اياه هديه، خيو انتم خذوا. فبقيه الحركه الكرديه والمجلس الوطني هي هديه من السماء. صارت مثل العفو للمقاطعه استاذ زكريا، الا تعتقد انه من السذاجه ان ينصاع احد لاقوال محتل ومستعمر مثل تركيا ويعادي الجانب الكردي؟
المصالح التحالفات إذا بدنا ولا ما بدنا، المنطقة اتقسمت لتحالفات، يا بدك تكوني مع هاد خاصة قواسي، نحن نقول غلبانين، نحن المثقفين او الكتاب او الفلاحين وعمال، نحن ما لنا علاقه بهالامور. القوى السياسيه واللي صارت جزء من صوره التمثيليه للواقع الموجود على الارض، يا بدها تختار هالمحور يا بدها تختار هالمحور، اللي ما بيفوت باحد المحاور بده ينمعس. تمام. ليه بيختاروا المحور السلبي وما بيختاروا المحور الايجابي؟ ما المحور الثاني مو ايجابي، ما المحور الثاني محور ايراني، محور بعثي. ما هي خلينا نكون صريحين فيها، فاثنيناتهم نفس يعني بدك يا تكوني بين هالمحور يا مع هالمحور هذا. ما نحن عم نحكي انه صراع صفوي وعثماني ولاعاده الامجاد، كل واحد بده يرجع على حساب الكرد لانه هن حلقه الاضعف. فهون لما الحركه الكرديه شافت انه جت له هديه، يا اخي راح يصير مثل سليمانيه واربيل، اعذريني على هذه الكلمه، نحن بنحكم بعفرين وهن خليهم بشرق الفرات وبعدين نتفاوض مع بعضنا ونعمل شغلات يعني. تمام. فهون كانت الطامه والكذبه الكبيره اللي ما كان لازم يصدقوها، لانه انت حركه سياسيه عندك تاريخ، انت لازم تعرف بهالامور هذا. فبعد ما فاتوا وخربوا ودمروا وهدوا وسرقوا ونهبوا، حتى الاثار اللي سرق 3000 سنه تحت الارض محميه طالعوهم بالخرائط واخذوهم باعوهم باوروبا. فهون المفاجاه انه يا اخي انتم مالكم معنا شيء، روحوا مالكم احسن من هذا، بالعكس مشروعكم، لاخر جمله، مشروعكم بالعكس اخطر من مشروع باكاكي، لانه هدول عم بيقولوا اخوه شعوب، انتم عم تقولوا كردستان وعلم كردستان ومشروع قومي، انتم اخطر منه، يلا ما لكم شيء عنا. ايوه لان ننتقل هلا للاستاذ مصطفى. انا حابه هون شارك بعض اسئله الساده المتابعين. في سؤال من الاستاذ حسيب قاسم. استاذ مصطفى هو لحضرتك عم بيقول سؤال للاستاذ والسياسي ابو عثمان: اليس الحل الوحيد في عفرين هو عوده اهلها الى ديارها؟ أليست مع قصده عفرين أقرب من الرقة وشرق الفرات ولو كانت هناك تضحيات؟ ما هو تعقيبكم على هذا السؤال؟ بالنسبة للتعقيب، عودة أهالي عفرين من منطقة الشهباء ومن حلب أو من الرقة ودير الزور، هو يعني عودتهم هي لب الموضوع، يعني هي الحل الأساسي اللي بدنا يعني عمليا بيكون نحن أثرنا على التغيير الديموغرافي. يعني عودة أهل عفرين إلى عفرين بيكون حلينا نصف المشكلة على الأقل أو أكثر. ليش؟ لأنه هدول الناس اللي برات عفرين أولا عم بيتعرضوا لمضايقات، ثاني شيء لاجئين، ثالث شيء ما عندهم لا دراسة ولا شيء. لما بيرجعوا لعفرين على الأقل بيدخلوا بيوتهم، بياخذوا أراضيهم، بياخذوا كذا إلى آخره. هذا واحد، بيسكنوا في بيوتهم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني على الأقل يعني التركيب الديموغرافي بتتعدل مرة ثانية. يعني إذا كان حاليا أهل عفرين 30% و35 حسب التقارير المتقاربة أو الموجودة، إذا رجعوا هدول على الأقل يعني بيصير بالمية 60 أو 70، المهم أكثر من النصف، بيكون نحن حلينا مشكلة كبيرة جدا. يعني هو عودة الأهالي هو الحل. مصطفى كيف بدها تكون العودة؟ أولا الإنسان بيحسن بيعود. ليش؟ أغلبية الناس اللي من برج عبدالة والباسوطة وكذا إلى آخره فترة كبيرة كان الأحزاب الكردية، بعض الأحزاب الكردية بعض الأحزاب الكردية بالأنكسة، وبعض الشخصيات الكردية وبعض الأحزاب اللي برات الأنكسة، كلهم كانوا يشجعوا العالم للعودة، وأنا اللي اتصال معهم بعرف، ما عدا قوات تفدم والمتحالفين معهم عم بيمنعوا العالم يرجعوا. ليش؟ عم بيقولوا ما في أمن، ما في أمان، ما في كذا. يعني عفرين تحت الاحتلال، بس يخلص الاحتلال من رؤية 3 سنوات ما حرروا قرية. شو هالحكي هذا؟ وهل صح؟ وهل هذا صحيح أم هناك نوايا أخرى خلف ذلك؟ أنا بتقديري أي إنسان أو حزب أو شخص بيمنع عودة الأهالي هو أوتوماتيكيا مباشر أو غير مباشر مع التغيير الديموغرافي، مع مخطط العدو مهما كان.
حتى إذا كان مصطفى عثمان. الكل لازم يدعم ولو معنويا ولو ماديا ولو على الأرض ولو تسهيلات. لازم نحن الكل أهل عفرين وغير عفرين وكل الحركة الكردية، لأنه إذا راحت عفرين بدها تروح كوباني وبدها تروح كركوك وبدها تروح كل شيء، لأنه عفرين هي بوابة كردستان إلى البحر. أنا سميتها عفرين 2011 عفرين رئة كردستان، مثل ما كركوك قلب كردستان. هذا صحيح. لازم نحن الشيء الخطير جدا واللي بتقوم فيه الفصائل المسلحة المرتزقة والأتراك هو التغيير الديموغرافي، لأنه بكرة على التصويت البشر بده يصوت، مو الحجر ولا الشجر. هذا واحد. الشيء الثاني، في معلومة أنا بدي أحكيها لأنه راح الصوت هذاك الوقت ما حكيت. نعم تفضل. في تقرير من الدكتور مصطفى نوري رئيس بلدية عفرين، عندي محتفظ. نعم. كان بال 57 ل 67 لاحتلال القنيطرة، هو كان رئيس بلدية عفرين وهو كان من أصدقاء أبي. وعندي تقرير موجود من بلدية عفرين موثق، هو رئيس بلدية، عم بيقول أول عربي نزل على عفرين. نعم. أول عربي نزل على عفرين اسمه مصطفى علي تيري من الرقة. فهو اجا كان ضابط، اجا مع الفرنسيين، اجا 1937 اول شخص دخل. الشيء الثاني بيقول العميرات 10 عوائل، بيت نعوس وهدول. بعدين العلوية 5 عوائل من اسكندرون بال 39. نعم. بعدين الأرمن كان 11 عائلة أرمنية وأسمائهم عندي. بعدين الشيء الآخر التركمان بيقول ما سمعت عنهم. بعدين في عندك حوالي حلب، بيت المعطي وهدول. بعدين الحلبية اللي اجوا بيت عجم وبيت حجدهان وبيت كذا، وهدول اجوا كمان كانوا باع. يعني عم بيقول هذاك الوقت كل العوائل لو تجمعهم ما بيطلع شيء، يعني 200 300 واحد. وبيقول هو انه اناب ومريمين هم جورجيين مش عرب، جورجيين. هو بتقريره كاتب إيه؟ نعم. فهذا مستند رسمي من الدولة، من دائرة الدولة، وفيها الإحصاء عندي. وأنا بحسن ببطل لكم إياه. أنا كنت بدي أبعتك اليوم لأنه أنا اشتريت تليفون جديد، ما كان عندي وقت. عندي موجود محتفظ وبالمكتب الإعلامي تبع حزب الاتحاد الشعبي الكردستاني بتشوفوه موجود. هذا راح. الشيء الثاني، أنا باعتباري يعني غير السياسي، أنا كمان معي يعني اقتصاد تجارة، يعني أنا كمان خبير اقتصادي. بالنسبة لعفرين كان خزان كردستان الاقتصادي. معاصر الزيتون العادية والفنية والأوتوماتيكية حسب المالية اللي بعفرين 212. معامل الصابون والعرجوم 12. قدروا 1996 مقدار الزيت المنتج بعفرين إذا تركتهم على انبوب 8 إنش على مدار سنة، يعني بضخ الزيت. هذا الموجود. الشيء الآخر، كان في 15 مليون شجر زيتون حسب الإحصاء اللي نحن عملناه. فعفرين كانت مثل البقر الحلوب بالنسبة للأشجار المثمرة والخضروات والفواكه. هذا تعقيب لي يعني. الو شرون. الو شرون. نعتذر استاذ مصطفى، نعتذر لهذا الخلل الفني. يبدو في مشكله عند الزميله دلشان. نرجو ان تتمكن من نعم. فانا موجود. هذا بالنسبه للحكي الاخير اللي انا حكيته، هي موثق من دائره الماليه ومن رئيس بلديه عفرين، وهي دوائر الدوله. يعني هذا الحكي مو من عندي، هذا الحكي موثق وممكن كل واحد يطلع عليه. هذا بالنسبه للموضوع. الشيء الاخر بالنسبه لعفرين، عفرين تحتاج ل3 شغلات. اولا عوده الاهالي
إلى عفرين. الشيء الثاني، في تقلبات سياسية كثيرة، وكبيرة وصغيرة بالعالم، يعني حتى أحيانا بعض الرؤساء ما بيعرفوا يترقبوا شو بده يطلع. لازم العودة هي الأساس. الشيء الثاني، لجان حقوق الإنسان يعملوا منيح، وفعلا بالفترة الأخيرة لجان الحقوق الإنسان اللي بعفرين، اللي طلعت من أول رابطة أهل عفرين وحركة البديل ومنظمة حقوق الإنسان والمحامين والياسا، وكل هذول بيشتغلوا فعلا، صار ضغط كبير. وحتى الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي ب 13/3 عم بيقول تركيا لازم يسحب جنودها من شمال سوريا لأنه هي قوة احتلال بالحرف الواحد، ولازم تطلع من المنطقة لأنه تشكل خطر. معناها لجان حقوق الإنسان العمل المتواصل. الشيء الثاني، عودة الأهالي، المصالحة الكردية. ليش؟ لأنه التقلبات الموجودة بالدنيا ما بتعرف شو بصير، فلازم يكون الأكراد موحدين جاهزين. إذا الأكراد مو موحدين معناتها راحت عليهم. فبأي ثمن لازم يتوحد الأكراد، الأنكسة وتفدم والأحزاب الوطنية والحزب الوحدة وقسد ومسد، الكل لازم يتركوا هالخلافات جانبا ولازم يتوحدوا. فهذا هي الضمانة لعفرين تبقى عفرين. وبعدين الوضع السياسي مو واضح، سنة سنتين 3 مش واضح، ولكن نحن لازم نعمل واجبنا اللي بنعرف انه ممكن نحقق فيها امالنا. بعدين بيجي الوضع الدولي، بيجي المصالح الدولية، هذا شيء اخر. شكرا استاذ مصطفى. خلينا ننتقل لسؤال صوتي مسموع لسؤال اخر من المتابعين. في الاستاذه نجام عم توجه السؤال للاستاذ زكريا، عم بتقول: هل تتهم المجلس الوطني الكردي بالتواطؤ مع تركيا لاحتلال عفرين؟ شكرا للسؤال، شكرا للاخت نجام. انا ما بستخدم كلمات هيك كبيره. على فكره بدي اقول لك شغله، مجلسنا وحركتنا كلهم الله يعينهم دراويش، يعني كلهم رفقاتنا كمان، وبنعرفهم ونحترمهم ونقدرهم، بس الدراويش كلهم. وما قلت تواطؤ، يمكن انا شرحت بشكل واضح انه تم توريطهم، خليني اقول توريطهم في عمليه، لكن هن عكس اللي يخون ويتهم كمان. يعني المجلس هي سياسي، يعني طرف سياسي، لا عنده قوة عسكرية ولا عنده أسايش ولا عنده قوات هات وقوات ديجي تيرور وما أعرف هالأمور هاي. يعني عندهم شوية قوات موجودة بالإقليم وما لوت إيدهم، خلينا نقول بأي دم. يعني خليهم حافظوا على نقائهم وعلى إنسانيتهم وعلى قدسيتهم، خلينا نقول بيشمركة. طيب أستاذ زكريا، هون حضرتك خليني أقاطعك، شو الدور الإيجابي اللي لعبوه؟ الدور الإيجابي يعني دور ما في غير دبلوماسي، يعني دبلوماسي. نعم. أقول لك شغلة كمان لكل المشاهدين والمستمعين، يعني ما حدا يفكر انه المجلس لما بده يقول شغله حدا بده يسمعه، تركيا بدها تسمعه او بده الائتلاف بده يسمعه او حتى الفصائل الموجوده. شوفي الفصائل الموجوده بتركيا، خلينا نقول واضحين ونحط نقط. يعني فصائل الموجودين مرتبطين حتى مو بالحكومه التركيه، بالاستخبارات التركيه، وما بيهموا لا نصر حريري ولا الائتلاف ولا المجلس الوطني ولا. امبارح كان في مهرجان بمناسبه ذكرى الثوره بعفرين، وزير الدفاع اللي مفروض هو بيشرف على كل هالجيش هذا والفصائل هذول، ما ضل دقائق وهيك قدامه حرس ومسلحين ووراه وكذا، وبالزور حكى كلمته عم بيرجوفوا، وفورا اخذوه من المنصه. مو واثق، مو مؤمن على حاله يضل 5 دقائق بعفرين من هالفصائل هي. تمام. فاذا المجلس الله يعينه، وانباع عفرين، وبالتالي اللي غدر بعفرين، اللي باع عفرين، اللي اهمل عفرين، اللي صمت عن عفرين، واللي الى اخره، كلاتنا نتحمل ولو جزء من المسؤوليه تتوزع. وبالتالي هون الذنب المجلس الوطني، اقول لك كمان
مشان وضوح اكثر، مصداقيه اكثر. ذنب المجلس الوطني ما عمل قضيه عفرين قضيه المركزيه، لازم يكون قضيه عفرين قضيه المركزيه، لازم تكون قدس الحركه الكرديه، لانها فعلا استاذ زكريا كيف يمكن نعم؟ يمكن يعني انه ما تكون خليني تمام، خليني اقول ما بيطلع، ما بتقدر تعمل برا شيء وتعمل هاي تحرير وكذا، هاي الامور شغله فاضيه حكي، يعني واحد بيحكي على الاعلام بس للمعنويات. بس اللي بده بيهمه منطقه، وهي مهمه منطقه وحركه كرديه لها تاريخ طويل، على الاقل يعمل اصلاح داخلي. خليني اقول لك شغله، بتعرفي انه كل لجان وهيئات ومراكز والى اخره، مجالس وما بعرف شو، مئات تبع المجلس الوطني، وين؟ دليني على واحد. اذا بدك تدافع عن عفرين جيب واحد عفريني على الاقل بيعرف هم عفرين، عنده معلومات على الاقل، عنده وثائق على الاقل. ما تجيب لي واحد ما بعرف من وين تقول لي مثل ما عمل بيكي جايب لي واحد من ايران هذا بده يحكم عفرين. انت ما بتعرف تحكي كردي، ما بتعرف منطقه وطريق. فاذا اللوم الاصلاح بيبلش بالداخل على الاقل قدام العالم. لكن اعملوا سياسه خيو، اعملوا سياسه بلا حقيقه، اعملوا سياسه، جيبوا الناس العفرينيين موجودين باوروبا وبكردستان وبالدنيا كلها، حطوهم على الاقل يا اخي، حطوه بجنبكم، صوروا معهم، تمام؟ مو تجيب لي ناس تقول لي هدول بيمثلوا اهل عفرين حزبين وتحطهم قدام الكاميرا ربع ساعه وبعدين ما تسال عليهم. هذا مو منطق، هذا هيك الامور ما بتتصلح. المجلس الوطني الكردي لازم يبلش مراجعه جديه وحقيقيه لنفسه ولآليات اتخاذ قراره. يعني والله هي حلوه قدام العالم نحكيها، انه موقع المجلس الوطني الكردي الرسمي لحد اليوم كل هالطبل وكل هالزمر بزياره الحرير لسه ما عنده خبر ولو سطر واحد عن هالزياره هي بالداخل. شو هالقرار يعني؟ مجلس الداخل مجلس والخارج مجلس كمان، يعني ما لهم علاقه ببعضهم. يعني نحن عم نحكي من قهرنا، نحن عم نحكي من منطلق قومي، من منطلق وطني، من منطلق كردي، من منطلق كردستاني. والله يعني راح نموت قهر على هالاخطاء اللي والله دراويش انتم يا زلمه، والله دراويش ما بتعرفوا تعملوا سياسه. طيب استاذ زكريا، في هون الاستاذه نجاح عم بتقول ايضا احتلال عفرين كانت خطه دوليه. حابه نوقف عن نقطه حضرتك ذكرتها، واللي هي زياره نصر الحريري. ما هو موقفكم من هذه الزياره؟ هل تصنفونها ضمن العلاقات الدبلوماسيه؟ هل باعتقادكم كانت اهانه لمشاعر العفرينيين؟ كيف تصنفون هذه الزياره وما هي اسبابها ونتائجها؟ طبعا هي صفقة دولية بداية. نعم صفقة دولية شاركت فيها الكل بسكوتة أو بمشاركة فعلية أو بالتبادل. خلينا هي خلصنا منها. بخصوص زيارة الحريري ووفد الائتلاف إلى أربيل، طبعا خلينا نفرق بين ناحيتين. أربيل إقليم، عاصمة، شبه دولة، علاقات على مستوى العالم، المالنا علاقة بالإقليم تستقبل مين ما بدها وتقوم باستضافة مين ما بدها. هي علاقاتها ونحن مالنا قدهم، خلينا نحكيها بصراحه اللي بيعرفوه، تمام؟ خلينا هاي على الجنب، ما حدا يعمل لي انه هاي زياره شو اسمه اربيل وانت جاي ما لها علاقه. هاي نحن عم نحكي عن قسم صغير، قسم بتاعنا، حصتنا نحن، حصه السوريين، حصه اهل عفرين واهل كردستان سوريا والجزء الغربي الملحق بسوريا. شوفي حريري عمل من هولير، من مجلس مقر مجلس ممثليه المجلس الوطني منصه للدعايه له، دعايه له ومهاجمه الاطراف الكرديه، حتى مهاجمه اهانه المجلس الوطني الكردي لما بيقول له هاي نحن حرركم عفرين، حررنا لكم عفرين، تعالوا افتحوا لكم مكاتب، كانه هو عم بيحكي عن درعا ولا عم بيحكي عن هجين ولا عم بيحكي عن دير ولا عم بيحكي. هاي ارض يا اخي، انت الضيف مو انا اللي ضيف يعني، تمام؟ فاذا طريقة خلينا نقول آليات، طبعا لقاءات هاي ما في عليها حكي، فيك أنت كجهة سياسية تستقبل، من حقك تستقبل حتى أعدائك، هاي سياسيا ما في عليها أي حكي، ودبلوماسيا ما في عليها حكي، بس آليات اللي تم الاحتفاء به والحكي لي
حكاه قدامنا قدام العالم، هي كانت يعني فعلا استهتار بكرامة الإنسان العفريني والكردي بشكل عام، استهتار بفكرنا بعقلنا بذاكرتنا، استهتار فينا. العالم شوفي بإدلب بعزاز بالباب، لك بده يروح على جامعة عزاز ما استرجع، راح يوم عطلة يوم جمعة ما في طلاب راح فيها لأنه بده يضربوه. نحن ما راح نعمل هيك، ونحن ما بننزل مستوانا لهيك، بس مفروض آليات اللي تم فيها استقباله والاحتفاء به كان شوي بدها انه تراعي شعور الانسان الكردي والانسان العفريني. تمام، هاي ما تم مراعاتها، وحتى تم الغاء لقاءاته والى اخره، تم تظبيط الامور. ودليل انه هلا احزاب المجلس الوطني الكردي عم بيعملوا هذا حقهم، طبعا عم بشجعهم على شيء، ندوه ورا ندوه ورا ندوه، مشان انه يوم التقينا بالعفرينيين كذا وين وهون التقينا فيهم مشان نشرح لهم وجهه نظرنا انه لا نحن ما كان قصدنا. معناته هذا دليل شو؟ دليل غلط. انت جرحت اهنت كرامتنا انت. تمام؟ نعم. هذا المقصود فيه. ما حدا يقول لي انت بتعرف هي اربيل وانت بتعرف تهاجم اللقاءات المرجع والقائد الكردي الكردستاني السيد مسعود البرزاني. لا، هي ما لها علاقه، هي نحن ما لنا دخل فيها. نحن عم نحكي عن حصتنا صغيره اللي هي مو باللقاء، باليات اللي تم فيها والشكل اللي تم فيها والاخراج السينمائي والاكشن اللي تم فيه. والداخل ما لهم علاقه على الفكره، داخل عفرين فيه. ليش هلا بدهم يفتحوا مكاتب في المجلس الوطني بعفرين؟ ما الاحزاب الكرديه والحركه الكرديه مثل ما ذكر بابي عثمان استاذ مصطفى موجوده ايام الوحده وايام البعث وقبله وبعده بالسر، وعم بيشتغلوا وراح يضلوا يشتغلوا بالسر. تمام؟ انت بدك تروح تفتح مكاتب وسليم ادريس لحالهم ونصر الحريري لحالهم ما بيقدروا يخطوا خطوه صغيره بعفرين؟ هي استهتار بالذاكره، استهتار بالعقل، استهتار اهانه يعني لكرامتنا. يعني مفروض يعني على الاقل ما تقول لي باجتماعنا حكينا وبهدلنا وما خلينا عليه شيء. انا ما بدي ورا الباب المغلق قدام الكاميرا شو حكى وانت شو حكيت. انا هذا اللي بيهمني، لانه هذا بيوجه الراي العام، هذا اللي وصلنا. رساله طيب. وصلت. طيب استاذ زكريا، خلينا نسمع وجهة نظر الاستاذ مصطفى بالموضوع ايضا. اولا بالنسبه لزياره نصر الحريري الى كردستان العراق او الى الاقليم، طبعا نحن اصدرنا بيان تصريح مني موقع ومختوم ما كان استقباله من قبل رئيس الاقليم محل انتقاد في حزبنا. يعني نحن انتقدنا الزياره جمله وتفصيلا. ليش؟ يا بدك تنتقد الزياره كحزب من الاساس وفي لك ضوابط، او بدك تسكت يعني صمتا، او بدك تأيد. يا تأييد يا صمت يا حكي مثل العالم. نحن كحزب الباحث حر والوطني حر. اولا، مين هذا نصر الحريري لحتى يستقبله الرئيس مسعود البرزاني؟ مين هو؟ لازم لو انا كنت بدال لا يسمعني الاخ مسعود البرزاني، لو انا كنت البرزاني لا اعطيه حميد دربندي يتصل معه فقط، مو اكثر من حميد دربندي هو مستواه، ولا واحد بالمكتب السياسي، خلي هو كان يستقبله. هذا واحد. الشيء الثاني لو انا كنت في الاقليم على الاقل انا كنت حرضت اللاجئين وكذا، وخلي يعملوا اللي بدهم اياه يحكوا. ليش؟ نحن كنا في اوروبا كان بده يجي الاسد على سويسرا، وكان بده يجي رئيس وزراء اسرائيل، ونحن عملنا الحزب اللي انا فيه عملنا مظاهره في جنيف. ليش السلطات السويسريه سمحوا لنا ونحكي اللي بدنا اياه؟ وليش ما صار هي بكردستان وواحد مثل الحريري؟ فهون لما نحن عملنا هيك رفقاتنا بسوريا دخلوا الاعتقالات. نحن عرفنا بدهم يعتقلون بسوريا، فهن قالوا انتم احرار. هي استاذ حسن صالح موجود من رفاقنا القدامى موجود على الخط. فهون
يعني كان الاستقبال اللي صار استقبال يعني انا بشوفه كبيره. يعني نعم. واحد مثل حميد دربندي لو يشوفه كذا الى اخره، هو يعني مسؤول امن او كذا، او واحد من القياده يعني من الدرجه الثانيه والرابعه والخامسه. بدي اقول لك مثال في مذكرات كاميران بدر خان بانهيار الآمال الكرديه الاسرائيليه. بيقول لما انا رحت بدي اجتمع مع السفير الاسرائيلي، هو دكتور، قال اعطوني موظف من الدرجه الرابعه وبفندق مو بالسفاره. هيك العالم تتعامل. الدبلوماسيه واحد مثل نصر حريري يعني لازم يروح مع واحد مثل حكايته او واحد قليل يعني بالدرجه الرابعه الخامسه، مو رئيس اقليم، مو مرجع كردستاني. لا، مرجع كردستاني راح استقبله الرئيس الامريكي جورج بوش. يعني لو رئيس تركيا راح مو مشكله. فهون انا ما بلوم الاخرين، انا ما بلوم اقليم كردستان، انا بلوم هدول الناس اللي تبعنا، الناس اللي ما بيعرفوا الدبلوماسيه والاصول السياسي وداخلين في قياده الاحزاب. اذا كان قياده الاحزاب حابه استاذ مصطفى، الفكره وصلت، فكره حضرتك وصلت. حابه نحكي عن نقطه ثانيه، عن الحراك الكردي في سوريا. كان دائما حراك سلمي ومبني على اسس التفاهم والحقوق المشتركه لجميع المكونات العرقيه على الاراضي السوريه. برايك شو هو السبب لهذا العداء والرفض للحقوق الكرديه من قبل المكونات العرقيه الاخرى في سوريا؟ اولا بالنسبه المكونات العرقيه الاخرى، المكون العرقي العربي هو ثقافته ثقافه فوقيه دكتاتوريه شوفينيه عربيه. هذا واحد. يعني الثقافه الموجوده في الامه العربيه بال195 ثقافه شوفينيه تسلطيه احتكاريه. يعني بيقولوا اذا في غنيه بيقول الارض تتكلم عربي، والسياسيين بيصفقوا له بالله الارض تتكلم عربي، بالله هي مو جنون العظمه. هذا واحد. الشيء الثاني بالقوميه العربيه موجود، والاسلام السياسي، انه الاكراد اخوان الشياطين او نحن الشياطين. يعني حتى كتسميه بشر بيقولهم كتب. هذا واحد. الشيء الاخر بالنسبه للمكونات الاخرى، المكونات الاخرى ما عدا الاكراد، نحن ننسى تاريخنا وننسى اعدائنا وننسى اللي ظلمونا. بس ولكن الاقوام الاخرى ما بيعرفوا هالشغله. مثلا حتى الان الاشوريين عم بيقولوا انه كردستان هي اشورستان. يعني اشورستان يعني مو بقيان غير 250 ألف آشوري وكلداني وسرياني بكردستان العراق. كلمة العراق بيقولوها، ما بيقولوا كلمة كردستان. نعم. إذا كان نحن حركنا نينوى 612 قبل الميلاد لحتى اليوم ما تصالحنا، يعني شو صار؟ ما العرب اللي عم بيقولوا نحن عراقيين، ما هم يعني أقل خطرا من الأكراد في مناطق اللي فيها الآشوريين؟ ما الأكراد هم اللي عطوا الكوتا للآشوريين. كان في لغة آشورية بعهد صدام؟ لا، هم الأكراد عطوهم. نحن أنا كنت في أمريكا 2011. أنا رحت على البيت الأبيض. نحن رحنا على البرلمان، كان في لنا أصدقاء بالمجلس الديمقراطي السوري، وأنا ذاك الوقت كنت رئيس المجلس الديمقراطي السوري، الأخ شيرغو عباس الدكتور، والدكتور كمان من حلب، دكتور كمان من حلب عربي هو. فالمهم لما عملوا مناظرة على كردستان وعلى كذا والى اخره، كان موجودين معنا بالاحتفال او بالندوة. انا كمان كنت بالندوة، يعني كان في لي اسئلة سياسية طبعا. فبيقول فاجا عائلة آشورية وحدة. بتعرف ليش اجوا؟
اجوا لحتى يقول نحن اقدم من الاكراد في المنطقه، ما قالوا نحن اقدم من العرب. انا قلت له خيو انتم اقدم من العرب والاكراد، ليش بس من الاكراد؟ يعني شوف هذا الموجود، الموروث اللي موجود في اعراقهم. الشيء الاخر، نحن بالنسبه للاكراد الكرد نحن ضعاف شخصيه. يعني نحن لما الاتحاد الشعبي رفع حق تقرير المصير ب 1980، نحن هجمنا من الاحزاب الكرديه قبل الاحزاب العربيه. عرفت كيف؟ انه يساريين متطرفين شو اسمه صغار مراهقين، فبيقولوا مراهقين سياسيين. انا واحد من اللي طرحت حق تقرير المصير والكفاح المسلح. انا الانسان اللي متهم، انا الانسان اللي متهم يعني انا مراهق سياسي. طيب اذا انا عام 1967 انتظمت في حزب، اقوى حزب كردي هو اليساري، واذا انا عامل دورتين سياسيتين موجودين وانا كاتبهم، وانا عامل دوره في الاعمال الخاصه، وانا كنت نقيب، وانا معي شهاده جامعه بالعلوم السياسيه، وانا شايف 50 دوله، مع العلم بعض رؤساء الاحزاب الكرديه ما كانوا شايفين بيروت، وانا شاركت في قوتين بيشمركه وحربين مع سوريا وانا مراهق. طيب هدول اللي عم بيسمونا المراهقين، هدول خادمين الجيش السوري حتى برتبه مجند؟ هدول فاتحين كتاب الماديه الديالكتيكيه؟ هدول بيعرفوا يحكوا بالكردي؟ عندهم تعليم باللغه الكرديه؟ فهون بالنسبه اللي بنحكي، انا بقول مره صلاح بدر الدين كتب عن بؤس القياده السياسيه. القياده السياسيه في سوريا قياده بائسه، قياده تابعه. لماذا استاذ مصطفى، لماذا تعتبرها قياده بائسه؟ اولا قياده بائسه، القياده الذي تأتمر بقنديل، والقياده الاخرى تأتمر بهولير، والقياده الاخرى بالسليمانيه. انا بعرف كيف صار تدخل بسوريا. بدي ارجع للتاريخ. كان في سوريا نحن يمين ويسار. باختصار يا ريت استاذ مصطفى لاني وقت البرنامج. فهون نحن اول شيء لحتى نحن ما نكون قياده بائسه، خلينا ما نقطع قطعنا بقنديل، بس ما نكون تابعين لقنديل. يعني خلي يكون في علاقه، وخلي يكون في علاقه مع اربيل، بس علاقه اخوه، عدم شو اسمه. اذا الشيء الاخر مو للسليمانيه، ومو كمان لقياده دمشق كمان، يعني في ناس لا كمان. فنحن اولا لازم نحن نكون مع بعضنا، نحن نسمع كلام بعضنا، نحن ناخذ قرارنا من بعضنا مع بعض، قرار كردستاني سوري، وبعدين نحن بنقول لاخواننا في اربيل وكذا، نحن اخذين القرار، تفضلوا شو لكم الراي وكيف بدكم تتعاونوا. نحن الكرد السوريين، الاحزاب الكردستانيه السوريه، اذا ما توحدنا لا الاوروبيين يعترفوا فينا ولا الامريكان ولا غيرهم. لو كان قرار مام جلال ومسعود البرزاني مو من عندهم، مو من احزابهم، لما الامريكان ساعدوه. فنحن حتى نتخلص لازم نحن ناخذ قرارنا مستقل، وبعدين خليهم كمان يتعاونوا معنا. انا مو ضد قنديل 100%، وانا مو ضد كمان 100%، لا مو ضدهم. نحن اخوه وليس تبعه. وشكرا جزيلا. نعم حضرتك وفيت الموضوع حقه. ننتقل للاستاذ زكريا. استاذ زكريا، يتردد على على ألسنة البعض أن الانتهاكات والممارسات التي تحدث في عفرين هي ممارسات فردية. سؤالي هو، هل قطع أكثر من 1,400,000 شجرة، منها 650,000 شجرة زيتون، وتدمير المزارات الدينية، وسرقة الأسد البازلتي من موقع دار الأثرية الذي يزن الأطنان، عدا عن اللوحات الفسيفسائية من نبي هوري وما إلى ذلك، من الممكن تسميتها بالتصرفات الفردية أم ماذا باعتقادكم؟ شكرا للسؤال جيد صراحة. بس بداية بدي أخفف شوي
حمل على منصة بايف تي في. طبعا متشكرة أنه فسحت المجال أنه نحكي اللي بدنا. طبعا بالنهاية هذا رأينا مو رأي المنصة، لأنه يظل أنه هذا تعبير عن الديمقراطية وحرية الكلمة واسم الكلمة، وبحقيقة طبعا لأنه عم بشوف أكثر مرة أنه بيطلع كومنت أنه هاي بتعبر عن آرائنا. طبعا هاي الحقيقة. مشان فردي ولا مو فردي، شوفي أستاذة دلشان، مثل ما كان عملية غزو عفرين ليست عملية فردية ومخططة وشاركت فيها جهات بدأت من أستانا ثم اتفاق روسي تركي إيراني مع النظام طبعا، وتحييد خلينا نقول أو اعتكاف أمريكا إلى شرق الفرات وترك الأمور في غرب الفرات وعفرين تحديدا تشيكورمينج للروس والأتراك والإيرانيين. فكلها كانت مخططة، ومثل ما قلت كان صار في تبديل على الخرائط، تم تبديل بالغوطة الشرقية بعفرين، مثل ما سابقا صار في عدة صفقات بخصوص منطقة جرابلس مع حلب الشرقية، منطقة طريق الباب إذا بتتذكروا شرقي حلب كمان صار مقابل جرابلس. وهي الأمور هي نحن بنعرفها بالسياسة وبالأحداث يعني. فإذا لم تكن مسألة فردية ومخططة وإلى آخره. طيب نرجع لعفرين. على فكرة كمان مشان حقوق الواحد، أول من أعلن عن اختفاء هذه الآثار أنا اللي أعلنتها، وللأسف ما حدا بيذكرها. طبعا هذا حقوقنا عم بتضيع يعني، الوطن ضاع، فشلون بقى هي؟ فأنا وثقت مثلا بداية الأحداث، بداية الغزو كنا بنشتغل مع منصات مدنية، بنعمل تحديثات يومية صراحة ونبعثها بأكثر من لغة لكل دول عاملة 2000 إيميل نبعثهم بلغات مختلفة. وآخر شيء كمان وصلنا يعني استطعنا أنه نوصل صوتنا وانتهاكات ومو انتهاكات، أنا بسميها جرائم صراحة منظمة وممنهجة لكل العالم. واخر شيء انجبرت خلينا تحت الضغط انه يونسكو تطالع تقرير، لكن معارضه تركيا والنظام عن زياره وفد لها لمعبد عندارة ادى انه يكون تقرير داخلي ما يتوزع. تمام، لكن استطعنا انه يصل صوتنا. فمساله مو مساله فرديه ولا مساله جماعيه، مساله منظمه وممنهجه. وانا بنفسي وثقت على الاقل 42 موقع اثري مثلا، اذا حكينا عن الاثار 42 موقع أثري كبير بيختلف تاريخها من 350 ألف سنة قبل الميلاد. شوفي هذا التاريخ هذا 350 ألف سنة قبل الميلاد، وطفل دودري مقر كهف دودرية 80 ألف سنة قبل الميلاد، إلى وصولا إلى الآثار العصر الحديث. كل هذا 42 موقع تم جرفه بالتريكسات والبلدوزر وباقرات يعني، وسرقة ونهب ونبش الآثار الموجودة فيها، وعبروا بها الحدود الدولية لبيعها في أسواق الأوروبية وأسواق الدولية. فإذا عملية ممنهجة لا يمكن أنه حتى القوى الفصائل العسكرية أن تقوم فيها لوحدها. هي عبور حدود دولية، هي خرائط معهم، هدول عندهم أجهزة حديثة للكشف. والله في مواقع يعني نحن أولاد عفرين ما كنا نعرف أنه هي منطقة أثرية بين الزيتونات مثلا بالأرض العادية، راحوا حفروا بالضبط هون وطلع فعلا آثار فيها موجودة فيها. يعني معهم هي عملية ممنهجة ومنظمة ودولية بتشارك فيها عدة جهات. هي 42 موقع من عندارة إلى نبي هوري مثلا، قرش إلى شيروة، براد، كيمار، سمعان إلى دودرية وباسوطة إلى آخره من هذه المواقع. من ناحية ثانية حرق الغابات وحرق الغطاء النباتي وأشجار حقول الزيتون وغيرها وغيرها، هي عملية ممنهجة. غيرها الاعتقالات والخطف مقابل الفدية والقتل والتعذيب بهدف إرهاب الناس وتهجيرهم. تمام، هاي عملية لا يمكن أن تكون فردية. يعني واحد بيخطف واحد بيقتل واحد ممكن تكون فردي، بس المسألة تعدت المئات وتعدت الآلاف. المسألة هي مو معقولة أنه مسألة هي يعني من السذاجة يعني الضحك على العقول نقول هي مسألة فردية. هي مسألة ممنهجة بهدف التغيير الديموغرافي. أوكي، لما بصير في حل والناس ترجع اوكي هذاك الوقت يقولوا ها ما قلنا لكم ما في تغيير ديموغرافي. يا عمي انا شو بدي، انا هلا عم بحكي في تغيير ديموغرافي، مين بيضمن لي بكره شو يصير؟ هلا الوصف الحقيقي العلمي الحقيقي اللي حاليا عم بيصير هذا تدمير، تخريب،
تعريب وتغيير ديموغرافي، إعادة الهندسة الديموغرافية لمنطقة عفرين، وهي الدول عم بتقوم فيها، مو مسألة. أما اللي بقول مسألة فردية ومسألة انتهاكات ومسألة فصيل هون ما بنقدر نسيطر عليه وكذا، هي مشان تخفيف العبء مو أكثر، إنه يخففوا العبء والمسؤولية. من تقارير دولية طلعت، يعني خيو اتركنا من أهل عفرين وأهل سوريا والأحزاب الكرديه وكردستان، اتركينا من انا كسي اللي هي نفسها تقول انه كل يوم عم طالع جرائم باعلامها انه صار جرائم. خلينا بالتقارير الدوليه، هي عم بتقول انه في مساله منظمه ومنهجه واحتلال وجرائم حرب. فاذا هالمساله هي مساله ضمن البازارات السياسيه مو اكثر. شكرا استاذ زكريا. سؤالي الاخير لحضرتك استاذ مصطفى. ما نتابعه بالفترة الأخيرة من سياسات ممنهجة من قبل الاحتلال التركي ومناهج تعليمية تفرض على أبناء المنطقة، هل لديكم مخاوف كشخص سياسي مستقبلا من خلق جيل متعصب دينيا نوعا ما أو فكريا؟ السؤال كتير منيح وشكرا على السؤال. طبعا الخوف موجود والحذر موجود، لأنه تركيا عندها قوة جدا قوية بحل المجتمعات وتحويل القوميات إلى قوميات أخرى وصارها وبعث الثقافة التركية. طبعا تركيا عم تعمل على طرفين. أولا عن طريق الأسلمة عم بتمارس سياستها، وعن طريق الأسلمة عم تقضي على الروح القومية حتى في العرب وحتى في الأكراد. تركيا مسح كامل خلال 100 عام أو 99 عام على القومية اللاز اللي على البحر الأسود. حاليا ما في حزب بيقول نحن لاز، ما في جمعيات تقول نحن لاز، يعني انتهت. يعني القومية اللي لاز اللي كان عدد ملايين من الناس 1920 يعني هن تقريبا يعني كانوا بالملايين، حاليا ما في ناس بيقولوا نحن لاز. صار بالتاريخ خلال 100 عام صار انصهار. بالنسبة لمجالنا، أولا إذا بغزوا الإسلام بيعمروا جوامع وكتب وبلاش وجمعيات خيرية، طبعا بيأثروا ونحن بنخاف. ليش؟ لأنه بعض الدول اللي بالخليج حولوا حلبشة من مدينة شهيدة إلى مدينة إسلامية، إمارة إسلامية. يعني حلبشة محافظة شبه إسلامية. معناتها إذا تركيا بغزي بالثقافة الإسلامية ومعهم هدول الفصائل الإسلامية، طبعا في خطر للمنطقة كلها. يعني كل شمال سوريا أو حدود سوريا اللي من إدلب ولفوق، هذا في مد إسلامي واضح جدا، وهي الفصائل المتطرفة بتغذي العالم، وهي الإسلام ثقافي، يعني ثقافي، الإسلام ثقافي. نعم. فطبعا نحن في مخافة إذا استمر هذا لعدة سنوات تتغير الإنسان المدني بتحول لإنسان أصولي. إلا إذا كان، لأن في عدة شغلات، مثلا الفقر، إذا أعطوه مساعدات العالم جوعانة، الجوع كافر، يعني بروحوا يعني بياخذوا هالثقافة وبتعلموا، بيروحوا على الجامع، بكرة بيقولوا بالجامع في زكاة، في خير، في كذا، العالم بيروحوا مرة مرتين ثلاثة، بصير تطبع، بصير عادي، بصير تطبيع، خلاص يعني بصير تقاليد، خلاص يعني حتى هدول اللي بيروحوا كانوا مدنيين لحتى المصالح الخاصة بيروحوا. يعني في خوف، طبعا في خوف جدا انه يتحول المنطقة الى منطقة اسلامية مثل الموجود في تركيا، وحزب العدالة يحكم. ليش؟ لانه عم يقدم شغلات مقابل، يعني ولذلك العالم بياخذوا المقابل.
بلاش. شكرا استاذ مصطفى لتوضيحك. ننتقل للاستاذ زكريا. استاذ زكريا، كلمه اخيره حابب توجهها، فكره حابب توقف عليها بنهايه برنامجنا لليوم. شكرا لكم للبرنامج اللي فعلا هي كلمه حره، ونحن كل واحد بيتحمل مسؤوليه حكيه. بس للتاريخ بدي اقول اللي اجوا متاخرين كمان، اللي عم تابعونا من اول، شفت عدة كومنتات انه عم بيتفسر الحكي على كيفه الواحد بده يفسروها. شوفي المرجع، خليني اقول، وانا هون مو لاني باربيل عم بحكيها، لما كنت بعفرين وحكيتها بكل مكان. المرجع والامل الباقي للكرد وكردستان هي البيت البرزاني. خليني اقولها من النهايه، اللي بده يحكي يقول شو ما بده يقول. هاي واحدة. ثاني شيء، حكومة إقليم كردستان هي الوحيدة اللي كانت صريحة ودعمت عفرين. بنص القصف بعفرين والحرب بعفرين بعثت وفد لعفرين، وفد البرلمان الكردستان راحت لنص عفرين، اللي لما بيادة رفضت ترفع علم كردستان حتى قدام الوفد الرسمي، كلاتنا بنتذكرها هي. ثاني شيء، عقدت جلسة رسمية هون ببرلمان كردستان، وأنا حضرت الجلسة، دعوة رسمية، وللأسف بعض الأحزاب الكردستانية انسحبت منها، موضوع خصص لعفرين، وتم تحديد 10 نقاط وتواصل مع الدول الأجنبية، مع السفارات، مع القنصليات، مع تركيا، تقديم الدعم إلى آخره، ما بدي أذكرهم كلهم، اللي هي الوحيدة اللي وصلت لعفرين واللي دعمت عفرين. وهو المرجع الكردستاني والقيادة الكردستانية صراحة هن اللي حتى بزيارة الحريري هن اللي حكوا بجرح عفرين النازف، وحكوا بعدم قبول، خلينا نقول عدم رضا عن هذا الجرح وعن نزيف هذا النزيف. فإذا المسألة مو مسألة انه نقد ولا هجوم اللي كل واحد بيسميه مثل ما بدهم. يا اخي، اقليم كردستان الى سيادة، الى دولة، هي المكسب الوحيد لليوم في كل كردستان لكل الكرد، وهو المرجع، وهو الضوء، خلينا نقول الشمس اللي ممكن انه تشع لباقي المناطق. فما حدا يفسر حكي هيك وهيك. نحن مالنا قد، خليه يقول انا مالي قد، خيون مو نحن، وكل واحد بيحكي عن حاله، مالي قد انه احلل واحرم واعمل انه هذا من حقك ولا من حقك. هذه مو شغلتي. انا شغلتي ألمي بكفيني، أنا مو قدران أشيل همي وهم قضيتي وجرحي، مو قدران أضبه وأوقفه. فلسه بدي أحط راسي براس مالي قدة. يا أخي هدول عندهم مستشارين وعندهم علاقات دولية، عندهم أكثر من دول، نص الدول العربية ودول المنطقة كلياتها. فبالتالي ما حدا يفسر كلام هيك وهيك وعلى كيفه. تمام؟ فاللي ضرب واللي هرب. عفرين أصبحت ضحية صفقات دولية وعدم توحد الكرد وعدم تفاهم الكرد، وهي مشكلتنا منذ القدم، منذ التاريخ لليوم، تشتتنا، تجزئتنا، تخويننا لبعضنا البعض. أنا بتأمل أنه ما يتكرر عفرين بغير مكان كما تكرر بسريكانية وقريس بي. بتأمل أنه نستفيد من تجربة عفرين الأليمة ومن غزوة وتغيير كل شيء فيها. نسبة الكرد صار ضل يعني 30 35 25 ما بعرف فيها. بتمنى بكل القيادات، كل ممثلي الحركة الكردية والأحزاب الكردية يعملوا مراجعة جدية، مو مراجعة بالحكي على الإعلام وعلى البيانات وبهالأمور هاي. خلينا نقعد جلسة صراحة وجلسة ضمير، نشوف هالدم قدامنا اللي عم بينهدر دم. أستاذ زكريا للمقاطعة، شو هو الحل؟ شو هو الحل برأيك؟ وهل تركيا هو احتلال دائم أم إنه مؤقت وسيزول يوما ما؟ شوفي، حتى مصطلح الاحتلال قانونيا هي دولة عبرت حدود دولة أخرى. إذا بدنا نشوف نقيس هالمسألة سوريا هي احتلال، لأنه دولة تركيا دخلت على سوريا واحتلت جزء من سوريا. كرديا واحد يقول لي طب ديار بكر كمان موجودة هناك، ووت 20 مليون هناك. ايه موجودة هناك، بس ديار بكر وهدول مثل هلا الغزوة اللي صارت بعفرين موجود فيهم هالفصائل اللي طالعين من تحت الأرض من المغاور وبياكلوا الأخضر واليابس، ما موجود. إذن المسألة الحل شو هو؟
الحل مثل ما قلت خلينا نبلش من صغير خلي الدم وتجربة عفرين وألم عفرين يوحدنا مو يفرقنا. تمام، خلينا نبلش صغير. حركة المجتمع الديمقراطي، حركة أحزاب الوحدة الوطنية، تفدم، شو ما كانت تسمياتهم اللي قصد وقيد، عملوا مراجعة. يا أخي في أصوات بيناتكم لا بدهم كرد ولا بدهم مصلحة كردستان ولا بدهم أي شيء، بدهم يحولوا كردستان سوريا لوسيلة وأداة لخدمة أجندات ثانية. ما بدي أحكي أكثر من هيك، وعفرين سواه بديل قنديل. ما بدي أحكي أكثر من هيك. خلينا نعمل الشرفاء الأتقياء الإنسانيين يعملوا مراجعة ويعملوا إصلاحات داخلية. مع أنا كسي بلشي من عندك يا أنا كسي، والله بيناتك ناس يعني نفتخر بتاريخهم، ما بتقدروا تعملوا هيك مراجعة صغيرة وتعملوا شوية إصلاحات داخلكم، يعني ضبطوا أموركم خاصة على مستوى اتخاذ القرار. مين قرار عند مين ما بعرف والله. لحد اليوم 3/4 قيادات المجلس الوطني ما بيعرفوا شو عم بيصير جوا الحوار الكردي. عم نسألهم نقول والله الشغلة شخصين بيعرفوا، ما حدا بيعرف شو عم بيصير. تمام، فإذا المسألة هون بدها شوي نبلش من عنا، نصلح أمورنا، نعمل خيو على حد الأدنى من اتفاق. ما بدي أقول الكردي خيو، لأنه صراحة هذا المستوى ما بينطبق عليه. اتفاق خيو بين أنا كسي وبقية الأحزاب أنا الوحدة الوطنييه بيانكي، ويعملوا على حد الأدنى، وشوي شوي يعني نخاطب الدول. والله العظيم لو كنا إيد واحدة ما بقول لك ما كان في كارثة وما كنا تجنبنا وصارت كردستان، لا ما بدي أقولها الحقيقة، بس على الأقل كنا يعني ناس احترمتنا، على الأقل كنا حافظنا على حد الأدنى من وجودنا، مقومات وجودنا كشعب وكقضية في سوريا. مشان ما تروح شرق الفرات خيو اتركوا عافية، مشان ما تروح شرق الفرات إذا بتعرفي أستاذة دلشا والمستمعين بيعرفوا المشاهدين، تعريب فيها مو أقل من عفرين. تعريب الموجود في شرق الفرات بمحافظة مو أقل من عفرين، وهي لسه ما احتلال ما في ولا غزو ما في ولا أي شيء. تمام، كمان شغلة يعني معقولة هدول اللاجئين أو النازحين الموجودين بالشهباء 150,000 كانوا 300,000 اللي راح على أوروبا واللي راح على شرق الفرات واللي راح حلب 150 بقيانين. يعني معقولة ما فينا نرجعهم لبيوتهم؟ يعني هون القرار أنا بدي أقوله ممنوع يروحوا لحلب، ممنوع يطلعوا من مخيم شاب، يعني صايرين بسجن، ممنوع يرجعوا لعفرين، ممنوع. يعني شو هذا سجن؟ هذا القرار مو قرار كردي خيو. اللي بيشرف على الموضوع قرار النظام هذا اللي عم بيساهم في إعادة أو تغيير ديموغرافي في عفرين. ما بده اياك ترجع، ما بده الكردي يرجع لبيته وأهله في عفرين، بده النازح يضل هنيك. تمام، بعدين يعني شوي نعمل يعني على الأقل على المستوى السياسي خيو، بعدين نجي على العسكري والأمور هاي بيمشي الحال. والله بيمشي الحال، الناس بتحترمنا، على الأقل نكسب الحاضنة الشعبية. شايفة أنت وضع الشعب الكردي يعني 3/4 صاير برا، ما بيهمه، ما عاد يهمه، صار فردي. يا أخي ما عاد يهمني لا كرد ولا كرد، خلينا نحكي بصراحة. عم نشوف ناس يقول خيو بدي أنا بس أعيش ما أموت، ونص الثاني مع أنا كسي، ونص الثاني مع قيادة وإدارة ذاتية. طب هذا حل؟ يعني أنتم شايفين فيه هيك مستقبل؟ يعني ما راح يكون فيه مستقبل. الموجود كمان راح يروح. برأيك شو هو الحل باختصار بجملة أستاذ زكريا؟ الحل انه نحط ايدنا على ضميرنا، الشرفاء بالطرفين تمام يقدموا او يلتقوا ببعضهم بغرفه. خلينا نعمل مثل فاتيكان، نسكر عليهم الا لا يطلع الدخان الابيض، واتفقوا على حد الادنى. خيو اعملوا شويه وحده وتضموا الكم ناس المثقفين، العشائر، الوجهاء وكذا، ضموا لحالكم في 100 مؤسسه عندكم وضبطوا الامور وخاطبوا العالم بصوت واحد. خيو ما بيهمني انه تطالب بالفدراليه ولا تطالب بحكم ذاتي ولا كانتون، ان شاء الله تطالب مدرسه، بس يتوحدوا على هالمدرسه هي، يقولوا كلياتنا بدنا مدرسه، كلياتنا بدنا ما بعرف متر خيو، ما بدنا شيء، بس اتفقوا على حد الادنى يعني لا بديل. رغم انه مالي متامل كثير، بس فعلا مو باقيان قدامنا غير هالنفقين هدول او هالطريقين او هالاملين. اول شيء برزان، خلينا نقوله نيران برزان اللي بتضيء، هذا امل واحد، وامل ثاني انه يصير ضغط عليهم يتوحدوا، بلكي ننقذ ما تبقى من الوطن والشعب والانسان. شكرا استاذ زكريا.
ننتقل للأستاذ مصطفى. صراحة بعتذر تجاوزنا مدة البرنامج بأكثر من 40 دقيقة، هو كان ساعة صار ساعتين. لكن في تعليق هون، الأخت هيفي هسو كاتبة: أنا عفرينية ومنا سمعانين باتحاد شعب، من أين جاب الكلام أستاذ مصطفى؟ معروف مدرسة اتحاد شعب ضد البرزاني. بعتقد يعني للصراحة وللتاريخ، اتحاد حزب اتحاد الشعب من الأحزاب المعروفة بمنطقة عفرين كانت عندنا. فيعني هيك تعليقات بعتبر انها مش لائقه. استاذ مصطفى، كلمه اخيره من حضرتك وباختصار، لاني صراحه تجاوزنا مده البروجرام كثير. تفضل. انا من عفرين وانت من عفرين، وانت بنت خالتي، لازم تعطيني شويه انت بنت خالتي يعني، كرمال خالي سميره. سلم لي عليها. شوفي، انا بالنسبه لي بدي احكي كلام هيك مبسط. أنا برجو، بتمنى، بتقبل، بسلم على الأنكسة والقسد والمسد والأحزاب اللي خارج حزب الوحدة، حزب التقدمي، يجتمعوا مع بعض يعملوا منصة مهما كلف الأمر. بكردستان العراق البرزانيين والطلبانيين، يعني مو مشكلة التسمية، دبحوا بالآلاف وتوحدوا، أخذوا شيء. لما كانوا مختلفين مادلين أولبريت جابوا لعن بعضهم وانتصروا. يعني خلي بأي ثمن يتصالحوا، ما في مجال غير الوحدة مهما كانت مرة. بسلم عليهم، بترجاهم، بتمنى منهم، والله هم والمجلسين يعني بزعجوني كمان، مو مشكلة. هذا واحد. الشيء الثاني بقول للمجلس الوطني وغير الوطني: يا خيو، تأثير القلم أكبر من السلاح. عطوه شوي مجال لاتحاد الكتاب، عطوهم هيك شوية وزن، عطوهم للمجتمع المدني شوي مساحة، للفنانين. يا خيو أنتم مصادرين كل شيء. هذا ما بصير. لما كان اتحاد شعب حزب قوي ما كنا هيك. كان معنا كتار ناس مو حزبيين، مو شرط يكون رفيقك حزبي، لأنه تأثير القلم أكثر من تأثير السلاح، والكل يسمعني. هذا واحد. اليوم أنا بقول لروح الطمأنينة والسلام الدكتور كمال مظهر من رواد التاريخ، من العشرة الأوائل في العالم الأحياء. اليوم توفى وما حدا بيعرف مين هو، بينما إذا كان واحد قيادي 1000 صفحة أو صفحات كتبوا عنه مني وجر. فهون أنا بقول هي حالة أليمة. هرزل الصحفي الوحيد اللي هز العالم بالوكالة اليهودية. ولذلك نحن خلينا نعطي شوي دور للعباقرة، مو للسياسيين ولا القادة. خلي شوي كمان، خلي نشاركهم كمان بالقرارات. مو غلط نشارك اتحاد الكتاب بالقرار السياسي، حتى نشارك المؤرخين بالقرار السياسي، الصحفيين بالقرار السياسي. هلا إذا قلنا في سلطة سياسية في الدولة، سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية وسلطة الإعلام، وين الإعلام بالأكراد؟ في قسم من القيادات أنا بسمع ما بدي أقولها، عم بقولوا شو عم يعملوا الصحفيين. تأثير القلم أقوى من تأثير السلاح. تأثير القلم بدوم إلى الأبد. كل شيء قلم بيكتبه ما حدا بيحسن يحذفه أبدا، بس السلاح شو ركب بيخرب، كمان بحرب عالمية بيروح. ولذلك أنا بتمنى يتصالحوا، ويتمنى يعطوا مجال للمجتمع المدني، لاتحاد الكتاب، لاتحاد الفنانين، ويشاركهم حتى بالقرار، يعني بأصوات، حتى بأصوات تنفيذية. وين المشكلة يعني هرزل ما كان في حكماء آل صهيون هو الأول والأخير، ما كان عنده حزب. ليش هون؟ سألوا مرة قال ليش الأكراد ما عم بيتوحدوا؟ قال لأنه الطبقة الثقافية هي مو متوحدة، ولذلك السياسيين ما بيتوحدوا. خلي نحن نعطي دور للمثقفين، للكتاب، للأدباء. هالطبقة المثقفة
هن بيعملوا كل شيء. إذا وجدت الطبقة السياسية، الطبقة الثقافية، الطبقة السياسية بدها تتوحد مهما كان الأمر. هذا الشيء الأول أنا خلص منه. الشيء الثاني، أنا بتمنى من كل الضيوف، وأنا بتقبل جميع انتقاداتهم وأسئلتهم، وكل واحد بده يتعرف على حياة اتحاد الشعبي الكردي في سوريا يراجع صفحتنا، اسمه الحزب الاتحاد الشعبي الكردستاني، المكتب الإعلامي، بيشوف كل شيء موجود وبيقراها أو يطلع على الجوجل. وإذا ما بحسن يروح على الجوجل يتصل معي شخصيا، أنا بشرح له أنا جاهز كذا. الشيء الثاني، في بعض رفاقنا كانوا بالأحزاب الكردية ونحن مع بعض بالجامعة وكذا إلى آخره، وهلق عم يسمعونا. أنا كل واحد 5-6 مرات كاتب لهم على الخاص ما عم ردوا علي، فهن موجودين، أنا شايف أسمائهم طلعت. الكتاب بس أكتب لواحد كاتب فورا بيقول لي. الأستاذ إبراهيم اليوسف كان في دولة عربية، أنا كنت في المجلس الديمقراطي السوري، بعثت له شغلات عن الأكراد وحق تقرير المصير، قام بالواجب وأشكر عليه وأشكر. وكمان الشيء الآخر، أنا بدي أحييكم وأحيي القناة بيت تي في وزميلي الأستاذ إبراهيم اليوسف وزميلي الدكتور محمود عباس والأستاذ باش مهندس عبد الباقي الحسيني. كنا بحزب واحد، هو كان بحزب الاتحاد الشعب، هو كان كمان بيعرفني، هذا أنا كنت مسؤول دمشق بيعرف. والشيء الآخر، أنا بقول هدول اللي ما بيعرفوا اتحاد الشعب يروحوا يسألوا الدولة وأمم المتحدة بيعرفونا. وأنا بشكركم وبشكر كل الذين ضحوا من أجل قضية الكردي وكردستان. وبقول كمان يعني عفرين، مصير عفرين وشنغال وكركوك مع بعض. إذا رجعت كركوك وشنغال إلي أمل كبير عفرين بدها ترجع وبدنا نصل للبحر. اللي الخطة العراقية إذا نجحت نحن بدنا ننجح كمان، ولكن نجاحنا بيتوقف على تعاوننا ومساندة ووحدتنا. وخلينا نحن كلنا متفاهمين، سياسيين ومثقفين وعباقرة ومهندسين والكل. أنا بدعو للوحدة الكاملة، وحدة الأمة الكردية. وشكرا جزيلا، وهربجي كرد كردستان. جزيل الشكر لك. ختمت الحلقة صراحة بأجمل عبارة وأجمل أمنية اللي كلياتنا بنتمناها، هي عودة عفرين. حقيقة حلقة جدا جميلة مع حضرتك الأستاذ السياسي والمحنك الأستاذ مصطفى عثمان، ومع الأستاذ الباحث والكاتب الأستاذ زكريا الحصري. صراحة ساعة واحدة ما بتكفي للنقاش مع حضرتكم، لذلك مددنا مدة الحلقة، صارت تقريبا ساعتين، ضاعفنا المدة. بشكر حضوركم كثير، شرفتونا أعزائي المتابعين. هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، دمتم بخير.